الله على جمال الكيك، بجد طالعة تحفة روعة في منتهى الجمال. هقولك على كل أسرار الكيك علشان تطلع معاكي بالشكل ده وعمرها ما تلزق معاكي في الصينية. هقولك على كل حاجة في الكيك علشان تطلع باللون ده وبالحلاوة دي، حتى لما تيجي تقطعيها تبقى سلسة معاكي كده حتى وانت بتطلعيها. الله على الجمال بجد، ومع كوباية شاي ما اقولكيش يا سلام. احلى كيكة هتاكليها مع كوباية شاي اقولك عليها طعم ولون وريحة. بجد بعد الفيديو ده ما هيفشل ابدا معاكي لو عملتيها بطريقتي. بجد بيقولوا عليا استاذة في الكيك من كتر ما بطلعه جميل جدا وحلو وهش، وعمر ما يكون مكتوم معايا، ودايما يطلع هش وخفيف جدا معايا. هقولك على الاسرار اللي هيطلع الكيكة بالشكل ده. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي حط اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. صلوا على النبي في الكومنتات وقوليلي بتتابعيني من اي بلد علشان اتشرف بيكم. يلا مع بعض نبدأ بالمقادير، نشوف هنعمل كيك ازاي. اول حاجة الكيك دي انا عاملة صينية كبيرة، صينية مقاس 30، فطبعا انا مضاعفة المقادير. الصينية هيكون مقاسها 30. اول حاجة معايا هنعملها في شفشق الخلاط، هنجيبه هنحط جواه 3 بيضات. انا قلتلك انا مضاعفة المقادير ان انا عاملة صينية كبيرة. زي ما قلنا في شفشق الخلاط هتحطي 3 عدد بيض، وكمان ممكن تضيفي عليها بشر برتقان اداها طعم بجد ولون روعة، وكمان بيقضيلك على زفارة البيض مع الفانيليا. حطيت كمان كيس من الفانيليا، يبقى انا حطيت في الخلاط 3 عدد بيض، كيس فانيليا، بشر برتقان، نص معلقة صغيرة من بشر البرتقان، كوباية ونص من السكر. هي كده مظبوطة كوباية ونص. عايزة تقللي بتحبيها دلع شوية عايزة تزودي براحتك، بس كوباية ونص ده مقدارها المظبوط. هنضيف كوباية من اللبن، كوباية من الزيت على السمنة، ممكن تعمليها زيت بس برضو عادي جدا. بعد كده هتضربي كل المقادير دي في الخلاط لمدة ما تقلش عن 5 دقايق علشان اللون معاكي يفتح، يدي هشاشة كمان في الكيك. بعد كده هجيب المنخل، ودي خطوة مهمة جدا انك تنخلي الدقيق كويس جدا علشان تدخلي كل الهواء في الكيك وما تطلعش مكتومة معاكي. حطيت 3 كوبايات مش مليانين قوي، عليهم معلقة كبيرة او كيس بيكنج باودر. هتقلبي كويس جدا الدقيق مع البيكنج باودر علشان كل حبيبات الدقيق والبيكنج باودر يبقوا مع بعض وما تبقاش قابة من حتة ونازلة من حتة، ده بيبقى خطأ في توزيع الدقيق مع البيكنج باودر. تمام، بعد كده نزلت بالخليط حبة بحبة لغاية القوام تقل معايا. تمام، زي ما قلتلك انا حاطة 3 كوبايات دقيق مش مليانين قوي، يعني ما تكتمهاش قوي. دايما خلي ايدك خفيفة في الكيك علشان تطلع هشة معاكي، تعملهاش هرمية. تمام، كل ما بتكتميش الدقيق في الكوباية كل ما بتبقى هشة معاكي، ولو احتاجت حتى تضيفي لها معلقة، انما ما تكتميش الكوباية. خلاص، هتقلبي كويس جدا كل المقادير دي بالمضرب كده مع بعض. ضفت كل المكونات كلها مع بعض، وبعد كده بعد ما خلصت تقليب فيها ضفت معلقة كبيرة من الخل، بتدي هشاشة وبتقضي على زفارة البيض وحلوة جدا وملهاش اي طعم في الكيك، هي بتخلي الكيك هش اكتر. تمام، هتقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، كويس كويس قوي. وبعد كده هجيب بقى الصينية وهدهنها معلقة من السمن، بلاش زيت بلاش دقيق. معلقة السمنة دي عمر ما هتخلي الكيك تلزق معاكي، حتى لو الصينية اللي انت بتعملي فيها بتلزق. معلقة السمن فقط، لا زيت ولا دقيق. معلقة سمن توزعيها بالفرشة كويس جدا، تنزلي بالخليط على الصينية. كمان معلقة السمنة دي بتدي طعم حلو جدا في الكيك. تمام، ولون كمان. هضيف الخليط بقى كله، هنزل كل الخليط اللي موجود في الطبق. زي ما قلتلك الصينية دي مقاسها 30، انا مضاعفة المقادير، عايزة تقللي براحتك. تمام، لونها روعة، ابيض كريمي تحفة، هتندمي انك مجربتهاش. بعد كده هتخبطي الصينية كده خبطتين على الرخامة علشان تفرغي كل الهواء اللي موجود جواها. الحركة بقى اللي انا بعملها، بتروحي بالمعلقة يمين وشمال وتقلبي الصينية يمين وشمال برضو. هستفاد ايه من الحركة؟ هتخلي الكيكة عمرها ما تقب من ناحية وتنزل من ناحية، هتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي، حتة قبة ولا حتة نازلة، كلها طالعة مع بعض بسبب الحركة دي. ولازم توزيع الحرارة اللي في الفرن يكون كويس. تمام، هقطعها بقى معاكو، هي بردت شوية كمان، يعني بصي كمان ما بردتش قوي ومش مفرولة معايا ولا اي حاجة، مقادير مظبوطة، قلتلك على كل التفاصيل اللي فيها.
وكمان اختبرتها بالشوكة كده زي ما انت شايفة، طلعت مستوية معايا. يلا بقى لو وصلت معايا لغاية هنا في الفيديو ما تبخليش عليا بقى باللايك. قلتلك على اسرار الكيك اللي بيفشل منك، جربيها وقوليلي رأيك فيها. بصي طالعة معايا ازاي، شايفة؟ ما لزقتش، مفيش اي حاجة لازقة مني، هشة جدا وكمان سخنة ومش مفرولة خالص، وهشة كمان مش معجنة، حلوة جدا. جربوها وقولي رأيكم. هستنى كومنتاتكم انكم تقولوا جربتوها. اعملي كل التفاصيل اللي قلتلك عليها. لو الكيكة بتفشل منك عمرها ما هتفشل منك تاني، بجد بيقولوا عليا استاذ الكيك. كمان الكيك يطلع ابيض معاكي بسبب المقادير اللي انت حطاها، سكر ابيض، بلاش زيت تموين، حطي زيت نضيف هيطلع معاكي الكيك زي ما انت شايفة كده، كيك لونه ابيض وهش. قلتلك على كل حاجة فيه، دايما بنسأل اللون الابيض ده منين، فقلتلك من المقادير. شكلها النهائي بجد روعة، جربوها. يلا بقى نعمل كوباية شاي عشان ناكل احلى كيك هش يومي، عشي بيها انتي واولادك. بجد الصينية ما عادتش عندي خالص، تعشينا بيها، طعمها في منتهى الجمال. شايفة الهشاشان والطراوة اللي فيها، ناعمة جدا، مش مكتومة ولا اي حاجة. نعمل بقى كوباية شاي مع قرطتين كيك كده في الشتا ده، اصلا مش هتقضينا الصينية كلها. وبألف هنا، وجربوها وقولي رأيكم. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وهتوحشوني جدا. مع السلامة، ويا رب الكيك يكون عجبكم. وبجد لازم لازم تجربوه، قلتلك على كل التفاصيل في الكيك علشان عمره ما يفشل معاكي تاني. والسلام عليكم. هسيبك بقى مع الجمال ده.